كلامنا المرة دي عن الشبوكشي ومعركة المزاج. بنسمع كتير عن اسم الشبوكشي أو عيلة الشبوكشي، نحس إن هي عيلة أسطورية أو تاريخية من غير ما نعرف معنى الاسم. الحقيقة إن الاسم بيرجع لأداة التدخين اللي اسمها الشبك بضم الشين، ودي الأب الشرعي للغليون أو البايب. كانت عبارة عن عصاية طويلة مجوفة وفي آخرها حجر فخار فيه الدخان. الشبك انتشر في قصور المماليك والعثمانيين، وبعدين نزل للعوام وبقى بيتدخن على القهوة مع القهوة وغيرها من المكيفات. كان اللي بيحضر الشبك على القهاوي اسمه المسلكاتي، عشان بيستخدم أسلاك من حديد يربط عليها ألياف ويدخلها جوه القصبة عشان ينضفها ويسلكها. كانت بتعتبر من المهن الوضيعة اللي بتصلح للشتم والسباب، فيشتموا الراجل ويقولوله يا ابن المسلكاتي. ولو كان المسلكاتي بيحضر الشبك للزباين على القهاوي، كان فيه للأمراء والولاة والسلاطين موظف مخصوص وظيفته انه يحضر الشبك للأمير. الموظف ده كان اسمه الشبك باشي، اللي بقت مع الوقت الشبكشي. أحيانا كان يتنافس مع غريمه أو حتى صديقه القهوجي باشا على حظوة السلطان، وده الموظف اللي كان بيحضر القهوة زمان. أما بائع الشبك اللي كان اسمه الشبك جي، كان الشبك باشي والقهوجي باشي ليهم أطيان وعبيد وكلمة في شؤون الدولة وسياستها، لدرجة ان الشبكشي بقت عيلة مشهورة في اسطنبول، وليهم انعكاس وفرع تاني في مصر. عايزين نقول كمان ان الثورة لما قامت على السلطان عبد الحميد الثاني، قرر الثوار اعدام عدد كبير من موظفين القصر الكبار المقربين من السلطان، وكان على رأسهم القهوجي باشي، لانهم اعتبروه سبب كتير من المصايب اللي وقعت فيها الدولة العثمانية، لانه كان قريب قوي من السلطان. وكان من وظيفة الشبوكشي كمان انه يحضر الادوات الخاصة بالتدخين زي النرجيلة والشيشة للوالي او للسلطان. اشترك الشبك بصفة غير مباشرة في كتير من مؤامرات التاريخ وكان شاهد عليها. فكان الشبك او الشيشة حاضرين قبل مذبحة القلعة لما محمد علي أمر بتقديمها لبكوات المماليك من باب تخديرهم عاطفيا قبل قتلهم. الشبك كمان كان حاضر في السودان ومشترك في النهاية المأساوية اللي أجهزت على حياة الأمير إسماعيل ابن محمد علي، لأن الأمير إسماعيل لما غضب على الملك نمر لطموا على وشه بالشبك اللي كان بيدخن بيه. طبعا حس وقتها الملك نمر ملك شندي بالإهانة، وقرر انه ينتقم من اسماعيل ودبر مؤامرة حرقه. وبرضه ما ننساش ان الملك نمر امر بتقديم الشبك للامير اسماعيل قبل ما يتم الحرق. لازم كمان نكون متأكدين ان الشبك الخاصة بكل واحد كانت مختلفة، يعني شبك العامة من ناحية الوجاهة مختلفة عن شبك الخاصة. الشبك بتاعت الغلابة كانت طويلة وفي آخرها فخار، أما شبك الأمير أو الوالي أو السلطان عصايته ملفوفة حرير أو أسلاك فضة وفيها أحجار ومرصعة بالجواهر، والمبسم كان من العاج أو الكهرمان. في عصر الخديوي إسماعيل عرفت مصر البايب والسيجار، وابتدى الشبك يتقلص في القصور. هو صحيح استمر شوية على القهاوي لغاية ما مصر عرفت السجاير اللي شربتها الطبقة المتوسطة، وده برضو كان في عهد الخديوي إسماعيل. ولما غزت السجاير العالم كان في عهد الخديوي توفيق،
وخصوصا مع قدوم الاحتلال البريطاني. وبكده اتراجع الشبك من الأصول بتاعت الأمراء ومن كمان قهاوي الفقراء، وتراجعت النرجيلة من أصول الأمراء لكن فضلت على قهاوي الفقراء. لكن النرجيلة أو الشيشة كانت زي العفريت اللي بيتجدد وما بينقرضش، لأنها عادت إلى عالم الأثرياء في عصر الانفتاحيين. زقت نفسها بقوة مهولة في التسعينات من القرن العشرين، وانتشرت بشدة في بيوت رجال الأعمال وكافيهات الفنادق، وأكيد طبعا كانت كمان انتشرت في القهاوي، وبقت هواية للشباب والفتيات، وطارت كمان على أوروبا وأمريكا. وبكده انتصرت الشيشة على الشبك في معركة المزاج. ودي كانت حكاية جميلة من حكايات مريم.